les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère تكونوا كاملين بخير وعلى خير في اون بون سونتي. اليوم جيت لكم اون فيديو جديده هكا في يوتيوب، حيت كنت باغا ندير لكم هذا الفيديو هذه من 27 مارس، حيت كنت باغا نشارك معكم واحد لا سوربريز درتها لراسي في لانيفرسير ديالي اللي كان هو لو 26 مارس. صراحه كنت دويت مع كاع الناس اللي كاينين في لي ريزو سوسيو الاخرين، تيك توك، انستغرام، وقلت لهم راه غادي نشارك معكم في يوتيوب، وغادي نشاركوا حتى مع الناس ديال يوتيوب اللي كيبغيوني واللي توحشوني الصراحه، حيت شحال هادي ما كنلوح لكم حتى فيديو. اخر فيديو قلت لكم غادي ندير لكم فيديو ديال العنايه بالشعر والعنايه بالوجه، المهم غادي ندير لكم فيديوهات التحضيرات لرمضان، التحضيرات للعيد. واليوم جيت باش نشارك معكم واحد الحاجه اللي فريمون فرحتني بزاف وفرحت راسي بها، اللي هي اون كادو سوربريز اللي زوينه بزاف و غتنفعكم حتى نتوما، حيت نتوما مستهدفين في هاد الحاجه هادي. مناسبه العيد قررت باش ندير لكم واحد لا مارك كوسميتيك اللي غتكون لا مارك ديالي، دي برودوي كوسميتيك انا اللي كنصاوبهم انا وماما. كيدوزو من واحد بزاف ديال لي زيتاب، كيكونوا نقيين، كيكون المهم ما علينا. غادي ندوز باش نوري لكم لي برودوي، غادي ندوي لكم على كل برودوي ولاش كيصلاح كل برودوي، وغنعطيكم بعض لي زانغريديون ديالو باش تعرفوا المدى ديال الاهميه ديال المنافع ديالو، الاهميه ديال الاعشاب باش مصاوبين، باش نتوما تبحثوا عليهم وديروا عليهم ابحاث في جوجل، ابحاث في يوتيوب، باش تعرفوا علاش كندوي لكم. درت لكم اول حاجه من ضمن لا مارك كوسميتيك ديالي اللي هي سميتها ريهام كوسميتيك. صراحه فرحانه بزاف، حيت واخيرا في لاج ديال سايز، يعني لاج ديال سيزون، درت واحد لا مارك كوسميتيك ديالي اللي فيها سميتي، وانا فرحانه بزاف ملي كنشوف سميتي في لي برودوي اللي غياخذوا الناس، غياخذوا واحد المصداقيه وواحد الكاليتي فريمون زوينه، داكشي مجرب، كلشي زعما هو هذاك. نعطيكم مثال بسيط، اللي درت واحد الزيت ديال تساقط الشعر، غادي يبان لكم الفرق بزاف على شعري ما كانش في هذا الطول هذا نهائيا، شعري راه ما كانش كيطول ليا، كان يوصل لحد هنا صافي. 3 سنين وانا مقطعه، 4 سنين وانا مقطعه كيبقى نفس الطول، واخا ما عرفتش شحال نكون مقطعه شعري كيبقى يوصل ليا في نفس هذا الطول صافي، وكيبقى يخسر ليا من التحت، كيولي مشاكك، كيولي الاطراف ديالو متضرره بزاف بزاف بزاف. ولكن بفضل هذا الزيت هذا وهاد الاعشاب اللي غادي نوري لكم دابا، شعري ولا كيولي غادي وكيولي حسن وحسن. غتلاحظوا الفرق. تقريبا الزيت راه غتلاحظوا الفرق بشهر، غتبقاو تلاحظوا بلي الخلف بدا كينوض. راه الناس اللي عاقلين عليا انا كيف كنت من قبل، اصلا قبل ما كنت دايره هاد اليوتيوب هذا، راه كنت دايره واحد اليوتيوب قبل، والناس اللي كانوا كيقولوا لي بزاف، المهم بزاف ديال الناس في المدرسه كانوا كيقولوا لي سنطحتك كبيره سنطحتك كبيره مهم. ودابا بفضل هاد الزيت هذا ما بقاتش عندي السنطيحه نهائيا، يعني ما بقاوش عندي دوك الفراغات اللي كانوا هنايا في الاول الشعر، راه غادي يبانوا لكم. شوفوا اصلا راه انا كنت تحرقت كيف ما عارفين هنا الناس ديال اليوتيوب، راه كنت تحرقت ديك الساعات، المهم شحال هذا كنت تحرقت وكان مشى لي هنايا كامل ديال شعري، ودابا راه ما بقاش داك الحرق اللي اصلا كان اثر لي على شعري بزاف، واخا شعري كبر ولكن بقاو فيه دوك التضرر، بقى متضرر، بقى كيبان باللي راه محروق بقى مهم. ولكن مجرد ما استعملت هاد الزيوت هادو كبروا لي الشعر اللي كان عندي هنا، كبر لي الخلف. شعري طوال، شوفوا راه شعري راه ما كانش كيوصل لهذا الطول هذا نهائيا، دابا راه شعري راه تقريبا راه واصل ليا لتحت، راه فاش كنطلقوا راه كيبان طوال واحد الطول اللي تبارك الله ما شاء الله عليه خيالي. هاد الزيت هذا راه استعملته انا تقريبا نقول لكم 3 شهور بحال هكا، وانا كنستعمل في هاد الزيت يعني في اطار التجارب، مازال ما كنتش خرجت لا مارك كوسميتيك ديالي. هذا هو الشهر الثالث، كنت كنديرو قبل اي استحمام، كنت غادي نديرو، كندير حمام زيت الفرو، وكندير واحد المساج لشعري باش داك الزيت كيدخل مع جلدة الشعر، كيعطي المنافع ديالو. غادي نوري لكم الزيت اللي درت. هذه هي لا مارك ديالي، سميتها ريهام كوسميتيك، غادي نحط لكم التصويره ديالها هنايا في الجنب ديال الزيت، وغادي تشوفوا كيفاش كيبان زوين. شوفوا هذا هو الزيت، شوفوا اللون ديالو كيف كيبان، راه واحد اللون راه زوين، وواحد الريحه راه غزاله اكثر من اللون، راه مجرد ما غادي تشموا الريحه ديالو غادي تقولوا محال واش فيه هاد العشبه هادي اللي غادي نقول لكم. راه كيف ما كتعرفوا معايا فيه واحد ثلاثه المهم هو فيه 12 عشبه، انا غادي نقول لكم واحد 3 المكونات اللي فيه او 4 المكونات اللي فيه، وغادي نعطي لكم المنافع ديالهم والفوائد ديالهم على الشعر وعلى زغبه الشعر وحتى على النمو ديال الشعر، كيفاش كيأثروا على النمو ديال الشعر. اول عشبه اللي هي الحلبه، غادي تقولوا الحلبه فيها الريحه، لا،
ملي غتشموا هاد الزيت هذا غتقولوا ما فيهش الحلبه نهائيا، حيت الحلبه كيف ما كتعرفوا معايا كتنشط الشعر، كتنشط البصيلات ديال الشعر، وكتخلي الشعر يطول بواحد السرعه خياليه. مجرد ما كتبعوها للشعر، ماشي مهم الزيت، مهم كديروها في اعشاب، كديروها، مهم هي خاصها تدار للشعر، راه كتعطيكم واحد الطول خيالي للشعر، واحد القوه، واحد الكثافه، راه ما نعاودش لكم. ثاني مكون اللي هو الزنجلان. بالنسبه للحلبه، راه الزيت ديال الحلبه، ماشي الحلبه مطحونه، ولا الزيت ديال الحلبه اللي كنديرو حنا في هاد الزيت هذا دايرين مستخلصات ديال الزيوت. مثلا عندنا الزجلان، دايرين الزيت ديال الزجلان، اللوز، ارغان، مهم هادشي كامل حنا دايرين هنا زيت الارغان، الزيت ديال الزجلان، الزيت ديال الحلبه، والزيت ديال الازير. ازير سطروا لي على ازير، حيت ازير درتو في هذا الزيت هذا كمكون تاني واساسي، اساسي بحالو بحال الحلبه. ازير شنو كيدير؟ كينقي لنا الفروه ديال الشعر ديالنا من القشره، كينقيها من دوك تقرحات الجلد اللي كيكون فيها. كيحيد دابا الناس اللي كيكون شعرهم كيتزيد دغيا، كيحيد ليهم من داك، كينقص ليهم من داك الزيت اللي كيكون عندهم مفرط في الشعر ديالهم. تا هو كيعاونكم على الطول ديال الشعر. ازير كيطول الشعر بواحد السرعه خياليه. مجرد ما كتجربوه هو كبخاخ، كتجربوه كزيت بحال هكا، كديروا الزيت ديال الازير المقطر، هما اللي كيعاونوكم بزاف. ماشي تطحنوا ازير وديروه ترقدوه في شي زيت، لا، كديروا الزيت ديال الازير، هو اللي كيعطي لكم بزاف ديال الفوائد اللي كيكونوا في ازير، كيستخلصوا في داك الزيت هذاك، وكيعطي لكم نتيجه مبهره. كيف ما قلت لكم، هذا هو الزيت اللي فيه 12 عشبه، اللي كيقوي الشعر وكيمنع التساقط ديالو، فريمون زوين. بالنسبه للثمن ديالو، راه قلت لكم، قلت للناس انستغرام بلي غادي نقول لكم في يوتيوب الثمن ديالو. أه انا فكرت بزاف وقلت بالنسبه للعيد هذا، وانا اول مره ندير لهم هاد لا مارك هادي باش يستافدوا كلشي الناس، حيت قلت صراحه خاصني نديرها لهم مع العيد باش الناس كاملين يستافدوا معايا في هاد الحاجه هادي اللي درت، حيت فكرت بزاف البنات غيبغيو يتهلاو في راسهم في العيد، غيبغيو يتهلاو في البشره ديالهم، في الجسم ديالهم. قلت غادي ندير لكم دي بروموسيون فيهم من الاول، غادي ندير لكم دي بروموسيون باش تشجعوا وتهلاو في راسكم. بالنسبه لهاد الزيت هذا، راه غادي يديكم بزاف الوقت، راه ماشي المهم تقدروا تستعملوه بحال هكا 2 موا 3 موا، راه غادي يديكم، وغيديكم كتار الا نتوما بقيتو كتعرفوا كيفاش تستعملوه وتقتصدوا عليه. هذا داير ليه الثمن ديالو ب 99 درهم، حيت فيه 12 عشبه وواحد السرعه خياليه. الثمن ديالو مقارنه مع اللي كيعطي لكم، راه الثمن لا شيء، راه فريمون لا شيء، حيت كيعطي واحد اللمعه، واحد الطول، واحد الكثافه كيعطيها للشعر، راه بزاف وراه زوين بزاف. ماشي حيت لا مارك ديالي وصافي اللي غادي نشاركسو معكم منهم، ولكن راه جربته على راسي، راه غيبان لكم الفرق في الفيديوهات اللي قبل. شوفوا شعري راه فريمون زوين وطوال بزاف ولا قوي، حيت كنت اصلا شعري كان قوي فاش كنت صغيره، ولكن فاش كبرت وليت كنستعمل الادوات الحراريه بزاف، شعري بقى غادي وكينقص. راه كنت كنصور لكم ديك الساعات فيديوهات في يوتيوب، ولكن راه كان شعري صافي غادي وكيهبط، غادي وكيهبط، تيكون ما درتش هاد العنايات هادو، يكون شعري دابا ما يوصلش لهاد الحاجه اللي هو فيها وهاد الفوليوم اللي فيه. واخيرا بعدا وليت بعض المرات كنصاوبو بهكا بالبلاك، كيبان فيه واحد الفوليوم، واحد اللمعه، ما كيبانش بلي محروق، كيبان فيه واحد الفوليوم، يعني انني مهليه في شعري. تاني برودوي من لا مارك كوزميتيك ديالي اللي هو هذا، المهم حتى هو راه غادي نحط لكم هنايا صورته في الجنب. هذا واحد الماسك اكلاتون اونتي تاش. هذا الماسك هذا ديال الوجه، غادي نقول لكم الفوائد ديالو والمكونات ديالو الرئيسيه. هذا الماسك هذا مكون من 3 المكونات رئيسيه، المهم هو فيه 6 ديال المكونات، ولكن غنقول لكم 3. فيه الروز، فيه لبان الذكر، وفيه عرق سوس. كيف ما كتعرفوا معايا كاملين، لبان الذكر وعرق سوس فيهم واحد الفوائد خياليه للبشره، كيساعدوا على دوك البقع الداكنه اللي كتكون في البشره كيمشيو، الحبوب اللي كيكونوا عندكم لي تخاص ديالهم اللي كيكونوا صعابين باش يمشيو كيمشيو، دوك البهاق اللي كيكون في البشره كيمشي. اي حاجه بانت لكم في البشره ديالكم ماشي هي، يعني اي بقعه بانت لكم زعما صعيبه باش تحيد، غير خصها الوقت بزاف باش تحيد، هذا الماسك حيت فريمون زوين. واحد الريحه فيه راه ما غتقوليش واش فيه كاع هذوك المكونات،
راه بزاف ديال الناس غادي يكونوا كيشوفوني بحال هكا في الواقع، راه وجهي راه تبدل 180 درجه اولا 360 درجه على وجهي كيف كان. راه كان فيا شي حبوب راه بزاف، وخصوصا مع الاثار ديال الحراق، الاثار ديال الشمس، ما كنتش كندير ليكرون. دابا وليت عطيت لراسي واحد الاهميه اللي بزاف، وليت كنتهلا في البشره ديالي، في الجسم ديالي، في الشعر ديالي. برودوي كوزميتيك ديالي عفوا ماشي لا مارك. صافي، راه غادي تلاحظوا الفرق. شهر شهر غتبقاو تتبعوا هذا الماسك هذا 2 مرات في السيمانه. انا باش ما تعذبوش وتسمعوا الذكر عرقسوا تقولوا راني غير طحنتهم وصافي، لا. هاد الماسك هذا راه جبتو لكم جاهز، غادي يجيكم نتوما ساهل، غير تخلطوه مع الياغورت الطبيعي اولا صفار بيضه بلجيه. هاد الماسك هذا راه داز من واحد المراحل اللي بزاف وتصنع في الدار، ماشي زعما غير شريتو جاهز ولا. كل مكون تغسل، تشمس باش تحيد منو ديك البكتيريا، الطحن، داز من بزاف ديال المراحل، تعقم باش نتوما يجيكم ساهل. 2 معالق كبيره تكون مع مراش، ديروها في اون بول، تخوا عليها ياغورت طبيعي وتخلطوها مزيان، ديروها البشره ديالكم. هذا راه الا اقتصتوا عليه وبقيتو كديروا غير معلقه كبيره مع مراش، راه غادي يديكم بزاف الوقت، وغتلاحظوا الفرق. يعني غيديكم تقريبا نقولوا حنايا 3 موا، راه غادي يديكم بزاف اكثر كاع الا اقتصتوا عليه وبقيتوا كتستعملوا البشره ديالكم من ضمن الروتين ديال البشره ديالكم. لاحظوا واحد النضاره على البشره ديالكم، واحد الاشراقه، واحد الحيويه والنشاط فريمون زوين. هاد الماسك هذا الثمن ديالو بشحال داير؟ هاد الماسك هذا داير 35 درهم، يعني راه الثمن ديالو رخيص بزاف مقارنه مع لي فيل كيعطي لكم لوجهكم. يعني غتبقاو تصوروا بلا فلتر. فريمون صراحه انا راه هاد الاواخر هادو راه بزاف الناس غيشوفوني في تيك توك، غيشوفوني في انستغرام كنتصور بلا فلتر. كنت كندير لكم هكاك غير باش تعرفوا الاهميه وباش تعرفوا بلي لي ماسك اللي كندير ولي برودوي كوزميتيك اللي كندير راه كيعطيو واحد الاشراقه اللي زوينه. راه ما كانتش كتبان حبوبه وحده في وجهي، ما كانتش كتبان. وكنت الصراحه فرحانه بزاف ملي وليت كنتصور بلا فلتر. وليت كنحس براسي بلي انا هاجيك، يعني حيت الفلترات كيخليو كلشي الناس كيتشابهوا، ولكن مجرد ما كديري تهلاي في البشره ديالك وما كتلقاي فيها لا حبوب لا اثر الشمس لا بقع داكنه، كتحسي براسك انك مختلفه على الناس، وانك انت هي انت، يعني ما كتشبهي في حتى شي وحده بلا حتى فلتر. كتلقاي راسك طبيعيه. والانسان ملي كيكون طبيعي كيكون في وجهه واحد البراءه كتكون. حتى دابا راه الصراحه ما دايره والو لوجهي، دايره زيرو زعما زيرو مكياج، زعما داكشي الشيميك وداكشي لا. دايره غير البنيتانت اللي انايا مصاوبه في الدار، كلشي طبيعي. هذا البنيتانت هذا راه كنجرب فيه، يعني في اطار ديال التجارب وفي اطار ديال زعما كنصاوب فيه، يلاه كنصاوب فيه باش نديرو لكم حتى هو ونخرجوا لكم من ضمن لا مارك كوزميتيك ديالي، من ضمن لي برودوي كوزميتيك ديالي، باش نتوما تستافدوا منه. حيت فريمون زوين. شوفوا كيفاش كيعطي لكم ليفي ديالو، داير بحال كونتور وبحال بلاش، فريمون زوين. غادي ندوزو للبرودوي الثالث اللي هو هذا غسول اون بودر. الغسول اون بودر كيف ما كتعرفوا معايا كاملين، الغسول كيكون كيتباع عند العطار. الغسول كيدار للشعر، كيدار للجسم، كيعطي واحد اللمعان خطير. حنايا خدينا الغسول اللي عند العطار، غسلناه، شمسناه، زدنا ليه اعشاب، زدنا ليه بزاف ديال الحوايج، عقمناه وعاودنا له الطحين من الاول. يعني عاودنا ليه بحال درنا له اعاده تدوير باش يجيكم نتوما داكشي ساهل ونقي. ويبان لكم واحد الفرق. درنا لكم فيه اعشاب باش يعطيو ليه واحد الريحه اللي كتبقى لكم الشعر ديالكم كتشموا واحد الريحه اللي منعشه، واحد الريحه ديال النقاوه. شنو فيه؟ شوفوا الغسول راه فريمون زوين. هاد الغسول هذا راه اذا تبعتوه للشعر ديالكم راه كيخلي لكم واحد اللمعان اللي دائم، ما كتحتاجوش الادوات ديال الحراره نهائيا. غسول كيخلي الزغبه مزيته من التحت. كديروه نتوما من هنايا، من اطراف من الجدر ديال الشعره، وكتبقاو ديروا المساج لشعركم. مهم حتى تغسلوا شعركم في الحمام ولا، حيت كيف ما كتعرفوا معايا في القديم ما كانوش كيستعملوا الشامبوان نهائيا، كانوا كيديروا غير الغسول كيغسلوا به شعرهم. وكان الشعر تبارك الله ما شاء الله طويل ورطب، ماشي بحال الشعر ديال دابا. الشعر ديال دابا خاصو شامبوان، خاصو ديميلور، خاصو سيروم،
خاصنا نحاولوا نرجعوا نستعملوا داكشي اللي كانوا كيديروا الناس القدامين، باش نحاولوا نكونوا يكون عندنا شعرنا قوي ومغذي، ماشي بحال دوك الادوات دوك لي برودوي شيميك اللي كيخرجوا لينا على الزغبه ما كيردوش ليها الحيويه والنشاط نهائيا. يكذب عليكم الكذاب اللي غيقول لكم راه الا درتو شي حاجه شيميك راه غادي تخلي لكم الزغبه رطبه، غتخليها لكم رطبه في واحد المرحله، تلاحظوا واحد التراجع كبير لشعركم، ما غاديش يرجع لكم كيف كان نهائيا، وغتندموا على التجارب ديالكم وغتندموا على علاش حيت سمعتوا لهذوك الناس الهضره ديالهم. راه هذا الغسول هذا راه فريمون زوين، خاصنا نحاولوا نستعملوا لشعرنا داكشي الطبيعي باش يرجع لينا شعرنا بحال ديال الناس القدامين، فيه واحد الحيويه واحد النشاط مهم. الغسول هذا قلت لكم الثمن ديالو ب 35 درهم، حتى هو بحالو بحال الماسك حيت زوين بزاف، والفوائد ديالو للشعر راه كثيره وحتى للجسم. راه منين كتستعملوا منين كدوشوا صافي وكتساليو وكديروه للشعر ديالكم وكديروه حتى الجسم ديالكم، راه غادي غير تخوى عليكم الماء بحال هكا تشلو، غتبان لكم البشره ديالكم مرطبه رطبه رطبه. منين تخرجوا من الدوش ما تحتاجوا ديروا للبشره ديالكم لا كريم لا زيت لا والو، حيت غيبقى فيها داك ليفي، وغتبقاو تحسوا بالجسم ديالكم مرطب بحال ديال لي بيبي صغارين بلا تا كريم. غادي ندوزو البرودوي الثالث من ضمن لا مارك كوسميتيك ديالي اللي هو هذا. شنو هذا؟ قلت لكم غادي نتهلاو في الجسم، في لابو ديال الوجه ديالنا، في الشعر ديالنا، وهذا ديال لو كور. دوينا على البشره، دوينا على الشعر، دابا غادي ندوزو لو كور اللي هو هذا. شنو هادي واحد الطبريمه اللي درناها حنايا في الدار، درناها لكم بالنيله الزرقاء وبالعكر الفاسي. العكر الفاسي كيف ما كتعرفوا منين كيدار للبشره كيخلي فيها واحد ليفي غوز زوين زوين زوين، كيخلي فيها واحد الرطوبه واحد النعومه. النيله الزرقاء حتى هي شنو كدير؟ كتبيض المناطق اللي كيكونوا عندكم بحال هكا، بحال الابطين، بحال هادوك لي تخاص ديال الشمس، راه كتبيض واحد البياض. العنق ديالكم الا كان كحل راه زوينه بزاف، راه اصلا النيله راه كدار حتى للوجه، كدار للبشره كامله. هاد التبريمه هادي راه فيها هاد المكونات هادي اللي سميتها بتبريمه الاميرات، حيت منين كديريها فريمون كتحسي براسك اميره، حيت كترجع البشره ديالك بيضاء. يعني الا استعملتيها لواحد المده كيحيد منك الكلف يعني يكون واخا الكلف ديال ما عرفتش شحال من عام غيحيد، غتحيد لك الكحوليه د العنق. واخا كتحكوا عنقكم كيبقى واحد الكحوليه هنايا بزاف. صراحه تهنيت بزاف ديال المشاكل منين استعملت هاد البرودوي هادو كوسميتيك. تهنيت من الشعر ولا كيطوال ليا دغيا، ولا كيحس بيه فيه واحد الحيويه والنشاط. وجهي وليت كنتصور بلا فيلتر، جسمي ولا كامل بيض. كنت صراحه ما كنقدش ندير شي حركه، ولا ما كنت كنقد نجمع شعري حيت كان عنقي كحل. ما كنتش السناسل راه كيكحلوا العنق، ولكن واخا دابا ديري السنسله، واخا ديري اللي درتي، كتستعملي هاد التبريمه هذه ديال تبريمه الاميرات، راه غادي تولي الجسم ديالك كامل لون واحد، غيكون فيه واحد اللون موحد. واصلا هاد لي برودوي راه الا شميتو الريحه ديالهم راه غادي تجيكم واحد الريحه اللي زوينه بزاف، غادي تحسوا بالطبيعه، غادي تحسوا حيت فيهم واحد الريحه ديال الاعشاب راه خطيره خطيره خطيره. غادي ندوز لكم البرودوي الرابع. هذا فيه 200 غرام. شنو هذا ماسك ديال الشعر المتضرر. غادي نحط لكم التصويره ديالو هنايا. هذا واحد الماسك ديال الشعر المتضرر. الا كنتي كتستعملي بزاف ادوات الحراره غادي تستعملي غير هو، غادي تلاحظوا واحد الفرق. هذا راه غيديكم 4 شهور. علاش؟ ماشي غير تسمعوا هكا يبان لكم هكا لومبالاج ديالو صغير كتقولوا راه فيه 200 غرام. راه هذا الماسك هذا راه غديري منه غير معلقه كبيره في واحد البول، وكتزيدي ليه الماء دافي وكتخليه. يعني بغيتيه انت يكون قاصح كتزيدي ليه غير شويه د الماء، بغيتيه يكون جاري بزاف راه كتزيدي ليه تقريبا كاس يكون عامر ديال الماء الدافي، وكتخلطيه مزيان. وانتي عينك ميزانك، يعني انتي على حسب الكاس اللي غادي ديري فيه ديال الماء غادي تلاحظوا واحد الفرق كبير في شعرك. غير غتخرجي من الدوش وغتستعملي هذا الماسك هذا والغسول غتلاحظي شعرك بان فيه واحد الفرق اللي زوين بزاف. راه فريمون زوين زوين زوين. كننصحكم تجربوا هاد لي ماسك هادو، حيت غادي تقولوا ندمنا يكون عرفنا هادشي من شحال هذا، يكون جربناهم من شحال هذا. هاد الماسك هذا راه غادي يديك بزاف. راه الشعر المتضرر اللي كيكونوا فيه دوك التقصفات في التحت كتقطعوهم وكيعاودوا يرجعوا، كتقطعوهم وكيعاودوا يرجعوا،
راه ما غاديش يبقاو. دوك التقصفات غادي تقولوا لهم باي باي، غادي توليو تستعملوا لي برودوي ناتوريل، غادي تلاحظوا بالفرق بزاف، غادي تحسوا بالحياه، غادي تحسوا بشعركم ولا زوين. يعني دابا الصيف اصلا تبقاو تمشيو للبحر، غادي ما تقدروش تبقاو ديروا البلاك يوميا الا كنتو بحال هكا كتمشيو نهار للبحر، ما تبقاوش تصاوبوا شعركم وغادي تبغيو تصوروا. هاد لي ماسك هادو غيخليكم تقولوا غيخلي لكم شعركم غيبان على حقته. اللي عنده شي شعر كورلي غيبان بشعر كورلي مغدي وغيبانوا فيه لي بوكل زوينين. اللي عنده الشعر ويفي غيبان شعرو ويفي طبيعي، غيبان زوين. هادوك لي بوكل اللي كيكونوا في التحت خفافين غادي يبانوا، غادي يوليو مزيتين، غادي يوليو فيهم الحيويه والنشاط. اللي كان شعرو ليس راه غادي يبقى ليس وغادي يبقى يبان فيه واحد الفوليوم اللي غيبان زوين بزاف. هاد الماسك هذا راه فريمون زوين، وكاع هاد لي برودوي هادو راه سون بور اي ناتوريل 100%. وغادي ندوز لكم لواحد الحاجه اللي غادي تعجب بزاف ديال الناس هنايا عندي في اليوتيوب وبزاف ديال العيالات، اللي هو الكحل. الكحل درت لكم من ضمن لا مارك كوزميتيك اللي دابا رمضان بزاف ديال الناس منكم كيستعملوا الكحل. والكحل راه كيعطي واحد الجماليه للمراه، كيبينها فيها واحد الفرحه، كيبين واحد الحاجه اللي زوينه بزاف. هاد الكحل هذا راه طبيعي ومصاوب في الدار، حرقش بزاف في العينين وكيعطي واحد السحبه للعين، راه زوين بزاف. والثمن ديال هاد الكحل هذا راه غير رخيص، ما غاليش بزاف، راه داير غير ب10 دراهم. نسيت ما قلت لكمش الثمن ديال الطبريمه دايره ب40 درهم، اللي دايرين الثمن ديال الطبريمه هذه ب40 درهم، راه غادي تديك بزاف الوقت. والثمن ديال الماسك ما قلتوش لكم، الثمن ديال الماسك ب60 درهم. وغادي ندوزو للمكون الاخير. شنو هذا؟ بزاف البنات دابا شافوا لي زاستيس اللي كاينين في تيك توك ديال نمشطوا الحجبان بالماسكارا باش نطلعوا حجباننا يبانوا حجبان ناتوريل بلا تراساج بلا والو. غادي ننصحكم بهذا اللي زوين بزاف ومصاوب بمكونات طبيعيه. مهم كيف ما كتشوفوا معايا راه ما يعني واخا تقيسي حجبانك راه ما كيمشيش منهم داك اللي فيهم. وماشي مجرد كيمشط الحجبان وصافي، لا، كيمشط الحجبان كيقوي الحجبان. حيت بزاف الناس كيعجبوهم حجباني انا ناتوريل، كيعجبوا بزاف الناس كيقولوا لي ريهام حجبانك تبارك الله قويين، شنو كديري ليهم؟ اشنو كندير ليهم؟ انا من قبل كنت كندير هذا البرودوي هذا، كنت كنديرو على شكل بودغ، ما كنتش شكل غبره، ماشي كنت كنديرو بحال هكا زعما باش نمشط به حجباني. ومنين شفت هاد لاستوس هادي ديال بزاف البنات كيبغيو يمشطوا حجبانهم وكيبغيوهم يبقاو ثابتين وهكا، قلت اللهم ندير لكم نضربوا عصفورين بحجر واحد، ندير لكم كيقوي الحجبان ونديروه كيمشط الحجبان، يعني جوج حوايج في اف واحد، راه زوينه بزاف. وهذا الثمن ديالو تقريبا داير ب30 درهم. علاش 30 درهم؟ حيت زوين بزاف وفيه جوج حوايج، يعني غتستعملوه لحجبانكم، غادي يعطي لكم واحد الحاجه خطيره اللي فيه القرنفل. راه القرنفل راه عارفين شنو كيدير للحجبان، كيقوي الحجبان، كيقوي الزغبه ديال الحجبان، ما كيخليهاش طيح. يعني واخا ديروا لهم اللي درتو تراسيوهم تمشطوا هما ما كيطيحوش اللي درتو لهم القرنفل. على داكشي انا درت لكم القرنفل، وفيه شي اضافات اخرين غيبقاو سر. حتى هما كيقويو الشفاء، كيقويو الحجبان، كيخليوهم زوينين بزاف. وهنا غادي نكون وصلنا لنهايه ديال الفيديو. نتمنى يكون عجبكم حتى نتوما هذا الخبر هذا، ونتمنى تكتبوا لي في لي كومونتير. ومرحبا بكم الا بغيتوا اي حاجه. غادي نحط لكم مني غادي نحط لكم لي برودوي غادي تكون مكتوبه النمره ديالي تماك والانستغرام ديال الخدمه، راه غادي نكتبوا لكم حتى في صندوق الوصف، غادي نكتب لكم الانستغرام ديالي والنيميرو ديالي اللي بغى يتصل بيا ويطلب شي حاجه. وغنعاود نقول لكم مره اخرى مرحبا بكم. واللي الشرف زعما يتصلوا بيا ناس هكا من يوتيوب يقولوا لي ريهام راه عجبتنا لا مارك ديالك، بغينا ما عندك شي حاجه، مرحبا بكم، مرحبا بكم في اي وقت. انا غنكون فرحانه بزاف ملي غادي ندوي معاكم. وهنا غادي نقول لكم باي باي عليكم الى الفيديو الجاي ان شاء الله، كنبغيكم بزاف.